في جديد جريمة مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، كشف بعض من أبناء مدينة بن حمد لجريدتنا بأن الموقوف على خلفية هذه النازلة وهو المسمى مصطفى كان برفقتهم ليلة أمس الثلاثاء بالمدينة، ولا علاقة له بالجريمة التي جرت فصولها بمدينة الدار البيضاء. وأوضح أصدقاء المشتبه فيه بأن هذا الأخير بريء ولا يمكن أن يكون وراء مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، مؤكدين بأن بندقيات الصيد التي تم حجزها على يد صديقهم يتوفر عليها بعض أبناء مدينة بن حمد، وبالتالي لا يمكن اعتبارها دليلا صريحا لإدانته. تجدر الإشارة إلى أن تنسيقا بين العديد من الفرق الأمنية مكن صباح اليوم الأربعاء من إيقاف شاب يبلغ من العمر 27 سنة بمنطقة بن حمد يشتبه في علاقته بجريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، وسنوفيكم بأحدث التفاصيل فور التوصل بالمعطيات على قناتكم لزاوي تيفي. إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى الضغط على زر لايك وترك تعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة لزاوي تيفي وفعل زر الجرس.